اللي يحيي ليلة القدر طبقات، أعلاهم على الإطلاق صاحب الزمان. شنو يعني هو يحيي ليلة القدر وهو أعلام؟ شنو يعني؟ الآن تأمل معي قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح على منو؟ ويوميا ملائكة نازلين وصاعدين، يوميا ينزلون بالتدبيرات وبالقضاء وبالقدر وبالتفاصيل الكثيرة، يوميا ينزلون. فما هي الخصوصية التي جعلت القرآن يصف بأن هاي الليلة تختلف؟ يا شلون تختلف؟ قال لي الملائكة تتنزل. قولي لي الملائكة. لا، الملائكة تتنزل لإحياء هذه الليلة عند صاحب الزمان. شو يسوون؟ هو أكيد هم يوميا ينزلون على صاحب. لا، في هاي الليلة تمضى التقديرات. احنا عندنا يعني ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23. ليلة 23 على قول الروايات عن أهل البيت عليهم السلام خلص يتم التوقيع النهائي، كأنما يتم الإمضاء النهائي. المن؟ لأن في الليالي اللي قبلها راح تتقدر أعمال الخلائق. بالليالي اللي قبلها ليش سموها ليلة القدر؟ لو ليلة القدر يعني القدر العالي، لو ليلة القدر يعني التقدير. بهاي الليلة تقدر أعمال الخلائق، الأعمال الكلية والأعمال الفردية، لأن التدبيرات الإلهية تمر بمراحل. التدبيرات الإلهية تمر بمراحل: مرحلة العلم الإلهي، ومرحلة المشيئة، ومرحلة الإرادة، ومرحلة القدر، ومرحلة القضاء، ومرحلة الإمضاء. وبعض الروايات يقولوا أكو يضيفون أخرى، يقول الإذن. بس بعض الروايات الواردة عن أهل البيت أنه التدبيرات الإلهية تمر بهاي المراتب 6: